طبعا ما قلتموه يعني فتح طوس في إطار ثقافة قد لا تكون متجانسة من حولكم. هذه أول ملاحظة، بمعنى أنتم تحدثون إلى مجتمع يتكلم بلغة غير التي تتكلمون بها. أنا أفهم أنكم دائما تقولون نحن ليست لدينا قناعات جاهزة، وهذا ما قلتم في بداية المحاضرة. لكن إذا سألنا هذا الجمهور الكريم فإن لديكم قناعات واضحة جدا، وكنتم مبشرين أكثر منكم محاضرين، كنتم تدعون إلى فكر وإلى اتجاه، وكنتم مقلدين كأشد ما يكون التقليد. أنتم تنعون عن زمننا نحن زمن التقليد. وهل الأسماء التي تفضلت بذكرها باعتبارها شقت طريقا أمام العقل البشري والعقل العربي والإسلامي، هل كانوا متحررين من قيود التقليد أم أن مرجعيتكم فعلا كانت تقليدية إلى أبعد الحدود؟ على سبيل المثال أنا أذكر لكم في بعض المناقشات في ندوة التنوير والعقلانية، حصيلة التنوير والعقلانية، أنكم تنتقدون بشدة وثوقية النص والمرجعية النصية، وأن هذا العقل العربي أزمته في وثوقيته، وتدعون إلى الانفتاح وإلى الأخذ بمرجعيات أخرى غير هذه المرجعية، مرجعية عقلانية حديثة مبدعة خلاقة كما تفضلتم الآن، مرجعية يكون الاعتقاد، وقد استعملتم كلمة الاعتقاد فيها بجدارة هكذا قلتم في العقل بروميثيوس الذي حمل مشعل الحرية والتمرد، التمرد ضد الإله. هل تعتقدون أن هذه المجتمعات التي تخاطبونها ستنهض حينما تتمرد ضد الإله؟ وكل الأسماء التي ذكرتموها من هشام جعيد إلى ما في وقت لكي نحكي هذه الأسماء كلها كانت حداثية تمردت، وكلها كانت مقلدة. وإلا أخبروني أين هي الجديد في هذا الخطاب في داخل التجديد من خلال البيئة المجتمعية العربية الإسلامية التي ننطلق منها؟ حينما ينعق ناعق هناك يتحدث عن موت الإله بدءا بروميثيوس إلى آخر واحد إلى نيتشه غيره، ونأتي نحن ونتحدث عن موت اليوم مات الإله مشنوقا، أو كما يقول جلال العظم حينما احتضر الإله في أوروبا يحتضر في كل مكان بالإطلاق، لم يعد للإله مكان على وجه الأرض. حينما يقول هذا الكلام يكون مبدعا في نظركم، يكون مجددا في نظركم. إذا أردنا أن نستعرض الآلاف من النصوص من الشعر إلى الفلسفة كلها تتحدث عن موت الإله، بمعنى إقصاء الله من مجال الإبيسولوجيا والمعرفة وبناء الأنظمة الفكرية والاجتماعية والسياسة والاقتصادية. هكذا يكون التجديد في مجتمعنا. حينما أقول شكرا يا دكتور. دكتور زكريا، تفضل دكتور.